قطة الشراسي أو القطة الفارسية هي واحدة من أنواع القطط المشهورة عالميا، ويعود ذلك لشكلها الجذاب، حيث أن وجهها يشبه الدمية بعينين واسعتين ملونتين وأنف صغير الحجم وفرو طويل وكثيف وخدود دائرية. وتختلف مواصفات شكل القطط الشرازية تبعا لأنواعها الكثيرة من ناحية الحجم واللون وكثافة الشعر. وهناك القط الشرازي الصغير جدا والذي يمتاز بحجمه الصغير والذي يجعله بحاجة لعناية كبيرة. والقط الشرازي الذهبي له فرو مميز بألوانه الجذابة حيث يدمج بين الأبيض والفضي. تحتاج قطط الشرازي إلى مأوى ملائم لتعيش فيه وتستطيع النمو وتبقى صحية بعيدة عن الأحوال الجوية. ومن الشروط المهمة والخصائص الواجب توفرها في بيت قطط الشرازي حاجات مهمة جدا هقولك عليها دلوقتي. أول حاجة، يفضل أن لا يتجاوز حجم البيت عن 90 في 60 سنتي حتى يبقى دافئا. يجب أن يبقى مرتفعا عن سطح الأرض كأن يوضع على منصة خشبية. تفرش أرضيته بالقش الذي يحتفظ بالرطوبة ويحافظ على درجة حرارة ملائمة في البيت. يوضع هذا البيت في مكان آمن بعيدا عن حركة السيارات تجنبا لحدوث الأذى للقطة. بتدهن البيت بلون غامق أو أي لون يتناسب مع المكان الذي سيوضع فيه. ويلاحظ أن القطة في بداية الأمر لا تتقبل هذا البيت ولا تعيش فيه كما هو متوقع، إلا أنها خلال عدة أسابيع ستعتاد عليه وتقطن فيه، يعني هتسكن فيه. وبتكون احتمالية تعرض القطة الشرازية للحشرات الضارة وتقلبات الطقس والبراغيث قليلة إذا كان البيت القطة داخل المنزل. والقطة الشرازية بتفضل إن هي تعيش في بيت مغلق ومعزول لكن يحتوي على باب للخروج عند حاجتها. ويفضل اختيار البيت المصنوع من الخشب نظرا لأنه عازل للعوامل الخارجية كالحرارة والبرد. يحتاج بيت القط الشرازي للتنظيف والتخلص من القمامة والقش المتسق بين الحين والآخر ووضع قش جديد على الأرضية. ويمكن وضع وسادة ناعمة ودافئة بهدف استلقاء القطة عليها للاسترخاء والدفء. ويمكن وضع إضاءة في بيتها لمنحها المزيد من الدفء. تتناول القطط أنواع محددة من الأطعمة تمدها بالعناصر الغذائية اللازمة والتي تحتاجها وتحميها من الأمراض والمشكلات الصحية التي يسببها الطعام غير المناسب، كما تساعدها في النمو الصحيح وتحديدا في العام الأول من عمرها. تتضمن الأطعمة الصحية للقط الشرازي البالغ حصوله على الدهون والبروتين والكربوهيدرات. يمكن إطعام القط الشرازي الحبوب المصنوعة من اللحوم الحمراء والخضار والفاكهة، وكذلك الأطعمة الغنية بدهون الدجاج ولحم الدجاج وأسماك السلمون وجميع أنواع اللحوم التي تمدها بالأحماض الأمينية وأوميجا 3. بيرغب مربي القطط الشرازية أحيانا في إطعام القطة من المنزل، إلا إنها لا يناسبها جميع أنواع الأطعمة، حيث يمكنها تناول اليقطين اللحوم الحمراء بأنواعها، الذرة، البطاطا الحلوة والأرز الأبيض. ويمكن أن تتسمم إن تناولت الشوكولاتة والبصل والثوم والبيض الني ومنتجات الحليب والكحول. تعد اللقاحات عنصرا هاما في مرحلة تربية القطط الشرازية نظرا لأنها تحافظ على صحتها وتحميها من الأمراض القاتلة والخطيرة. ومن هذه التطعيمات ما هو أساسي لحمايتها من مرض السل، الهربس السنوري، داء الكلب، وفيروس كالسيفين. وهناك تطعيمات غير أساسية تعطى للقطة حسب بيئة معيشتها وما تتعرض له خلال حياتها. تعطى القطة الشرازية المطعوم الأول عندما يبلغ عمرها 6 أو 8 أسابيع، وتستمر بأخذ المطعوم كل 3 أو 4 أسابيع بانتظام حتى يصبح عمرها 16 أسبوعا. وبعد أن تبلغ القطة وتكبر تعطي مطعوما كل سنة أو 3 سنوات، ويحدد ذلك الطبيب البيطري من خلال قوة المطعوم ونوعه. ويفضل أن تبقى القطة معزولة في المنزل قبل أن تتلقى اللقاحات تجنبا لمرضها. تتعرض القطة الشرازية لبعض الأمراض أهمها داء الكلب
وبعض الأمراض الأخرى التي تنتقل من خلال اللعاب، وذلك عندما تقترب من حيوان آخر أو تخرج خارج المنزل، لذا يجب بقائها في المنزل حفاظا على صحتها. وفي حال الشعور بأي أعراض غير طبيعية على القطة فيجب عرضها على الطبيب البيطري المختص لها. وعلشان تحافظ على القط الشرازي جميل زي ما هو، لازم يكون يستحمى في ميعاد محدد وتعتني بشعره كويس جدا، وتكون بتنظف فروها وعينيها وأذانها وأسنانها بشكل مستمر. يحتاج فرو القط الشرازي لعناية ليبقى في أفضل حال، ويمكن اتباع الخطوات الآتية في هذه الخصوص: تمشيط شعر القطة باستمرار بدءا من صغر سنها، وذلك باستخدام فرشاة مخصصة ناعمة، ويفضل قبل تناولها وجبة الطعام لتربط بين الحدثين وتستمتع خلال تنظيف فروها. استخدام مشط معدني ضيق الأسنان لتنعيم الشعر، ومشط متباعد الأسنان لتفكيك التشابك بين الشعر من الجذور وصولا لأطراف الشعر. تقسيم الشعر قبل تمشيطه إلى أجزاء، ثم البدء بتمشيطها واحدة تلو الأخرى، بدءا من منطقة الرأس ووصولا للذيل لتنظيف شعر الخط المتساقط. تكرار تلك الخطوات السابقة يوميا لتجنب تكون العقد في الشعر والتي تسبب للخطة التهابات الجلد وتكون قشرة صلبة على جسدها. عرض القطة على الشخص المختص في حالة تعرض لمشكلة تشابك الفرو والتي تسبب في حدوثها التراجع في الصحة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وتجنب المشكلات الجلدية. تعاني القطط الشرازية من بعض المشاكل التي تضر بعينها نظرا لطبيعة وجهها المستدير وعيونها الواسعة وفروها اللي بيكون طويل ونازل على عينيها، وده بيخليها دايما في عينيها دموع خفيفة. وهقول لك شوية نصائح تخليها تمنع الحاجات دي من عينيها. أول حاجة هتعملها تمسح الدموع والسوائل المتواجدة على وجه القطة من عينيها باستمرار باستخدام المنشفة الورقية أو قطعة قماش ناعمة. بعد كده مسح منطقة حول العين مرة واحدة يوميا بحد أدنى، مع تجنب مسح منطقة العين ذاتها تجنبا لحدوث مشكلات في القرنية كالخدش أو التقرحات. غمس قطعة من القطن في حمض البوريك السائل الآمن للعينين لمسح البقع المتكونة حول العينين نتيجة تأكسد المواد الكيماوية المتواجدة في دموع القطة. غمر قطعة من القطن الماء الدافئ ثم مسح حمض البوريك من عيني القطة بعد إزالة البقع. العناية بنظافة واستحمام قطة الشرازي. تعد خطوة استحمام القطط الشرازي على اختلاف أمرها أمرا حساسا يحتاج لعدة ضوابط وقواعد لإتمام النجاح دون أذى القطة، وهي كالآتي: تسخين الماء وتهيئة الوعاء اللي هتستحمى به بدرجة حرارة بين 37 و 38، ويمكن وضع الماء الدافئ في وعاء بلاستيكي صغير الحجم كتجربة أول لمنح القطة الثقة والهدوء وعدم الفزع عند لمس الماء. وضع القليل من الشامبو المخصص للقطة الشيرازي على جسده، ثم تدليك فروة بلطف. غسل الفراء من الشامبو باستخدام الماء الدافئ لتنظيف والتخلص من آثار الشامبو مع تجنب وصول الماء لوجه القطة. وضع البلسم المناسب للقط الشيرازي على فرائه، وذلك لتنعيمه ومنع تشابكه. لف القطة بالمنشفة للتخلص من الماء الزائد عند فرائها، ثم لفها بمنشفة جديدة لتجفف تماما ويفضل هنا فركها بالمنشفة بلطف. تمشيط فروة القطة ثم تجفيف الفراء بمجفف الشعر ذو الصوت الهادئ على درجة حرارة متوسطة. تكرر الخطوات السابقة في كل مرة تستحم فيها القطة، ويفضل أن يكون ذلك كل شهرين أو 3 شهور. تنظيف أسنان القطة باستخدام الفرشاة المناسبة لها يوميا، والتأكد من تنظيف فروها من آثار الأطعمة الدهنية والزيتية بالمناديل المبللة الخاصة بالأطفال. يجب عرض القطة على طبيب بيطري تعقيمها عندما تصبح حامل، ويمكن التأكد من حمل القطة الشرازي بعد مرور 3 أو 4 أسابيع عن ذلك. كما تحتاج القطط الشرازية بفترة الحمل إلى التغذية الجيدة والعناصر الغذائية الكافية لتبقى قوية. إزاي تدرب قطك الشرازي على قضاء الحاجة في مكان مناسب؟ أول حاجة هتخصص صندوق لفتلات القطة مليئة بالتراب المخصص. عرض الصندوق على القطة وإعطائها الفرصة لتفحصه وتشمه. تضع القطة في هذا الصندوق عندما تصحو من النوم أو بعد تناول الوجبات، وعندما تنحني وتتصرف بغرابة. مكافأتها باللعب أو الطعام بعد نجاحها في قضاء الحاجة في الصندوق، وعدم تأنيبها أو عقابها إن فشلت في ذلك، مما يسبب لها التوتر والقلق، إن ده بيزيد عليك الأمر صعوبة.
التخلص من الفضلات الموجودة في الصندوق باستمرار يوميا للحفاظ على رائحته النظيفة. غسل الصندوق بين الحين والآخر وتعقيمه بالماء والخل الأبيض مع تجنب المواد الكيميائية القاسية على القطة. إزاي تدرب قطك الشرازي على معرفة اسمه؟ أول حاجة النداء على القطة باسمها في مكان هادي في أثناء تناول الطعام، فإن التفتت يقدم لها الطعام فورا مع التأييد والفرح بذلك. تكرار هذه الخطوة لتعزيز التواصل بين الشخص والقطة. تقدم المكافأة للقطة في كل مرة تستجيب فيها للنداء، وتغيير نوع المكافأة كتقديم اللعبة أو الذهاب بنزهة. الاستمرار في تغيير نوع المكافآت والتحلي بالصبر خلال هذه العملية، نظرا لأن بعض القطط صعبة الاستجابة لاسمها، وتحديدا إن كانت كبيرة في السن. هناك أضرار لتربية القطط الشرازية. ترتبط أضرار تربية القطط الشرازية بمشكلتها الصحية التي تتعرض لها، بحيث تكون القطط الشرازية خطيرة على البشر عند تعرضها لأمراض مثل الفشل الكلوي وضعف التنفس ورم قصر النفق والتهاب العينين، إضافة للنوبات القلبية التي تسبب موتها أحيانا. ازاي أعرف إذا كان القط اللي هشتريه ده أو اللي معايا شرازي أو لا؟ أول حاجة هتلاقي إنه بيكون في شعر طويل وكثيف وأذن قصيرة صغيرة ولها شكل دائري، كما أن أقدامها الأمامية قصيرة بعض الشيء، فضلا عن أن ذيلها يكون عريضا وقصيرا إلى حد ما وذو شعر كثيف، وكما أنها تتسم بشعر كثيف في منطقة تحت الزق. وأسعار القط الشرازي بتتراوح ما بين 400 و 500 جنيه. القط الشرازي بيعيش من بين 10 إلى 17 سنة، ويتراوح عمر القطط السيامي من 11 ل 20 سنة. إيه هي العلامات اللي تلاقيها على قطتك لما تكون عاوزة إن هي تتزوج؟ أول حاجة رغبتها في التزاوج كل 21 يوم في المتوسط إلى أن يتم الحمل. تكون أعراض التزاوج زي أعراض البقر بالضبط، اللي هي بتكون يعني بتظهر على البقر. كم ساعة بتنام القطط الشرازية؟ بتنام القطط الشرازي لمدة تصل ل 16 ساعة يوميا، وإن كانت أكبر سنا يمكن أن تنام أكثر لمدة تصل إلى 18 أو 20 ساعة في اليوم الواحد، وباقي الوقت تقضيه في اللعب والاستكشاف. القط الشرازي بيحب يأكل 3 أو 4 مرات يوميا حتى يبلغ عمره 6 أشهر، وبعد ذلك يمكن نقلها إلى وجبتين على الأقل في اليوم. أكثر الأطعمة الضارة للحيوانات الأليفة الشوكولاتة والبهارات مثل الثوم والبصل، الأسماك النية أو المأكولات البحرية، اللحوم النية، الحليب ومنتجات الألبان، الأطعمة المالحة، القرفة، العجينة النية. الحاجات اللي بتكرهها القطط هي أنواع مزيلات العرق أو الكريمات أو مثبتات الشعر، وأيضا الكريمات، ومما ذلك من أنواع مثل المنظفات وبعض معطرات الجو. ومعلومات مهمة لا تعرفها عن القطط الشرازي: القطط الشرازي يمتلكون معاطف متينة وسميكة بشكل كبير جدا، لديهم القدرة على القفز في الهواء وعلى الأساس بسبب أجسامهم الصلبة والقوية وبسبب رشاقتهم. القطط الشرازي يمتلكون مجموعة كثيرة من الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى ذلك الألوان المختلفة مثل اللون البرتقالي، وهناك قطط شرازي بيضاء وعيونها زرقاء، وأيضا قط شرازي رمادي. أسعار القطط الشرازية الفارسية: تختلف أسعار القطط من دولة لأخرى، حيث توجد داخل الدول الغربية بحوالي 1500 دولار إلى 3000 دولار، كما توجد في مصر من سعر 250 إلى 500 جنيه. وعادة القطة الشرازية بتولد من بين طفل ل3 أطفال في الولدة الواحدة، وساعات كتير بيبقى 5 أو 6 أطفال. القطة الشرازية بتحب تاكل جبنة مع عيش فينو أو خيار أو طماطم. وهنا يبقى خلصت حلقتنا، وأشوفكم في فيديو جديد ومعلومات جديدة عن حيوان جديد. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.